من هذا المكان الجميل أقول ألف 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 مبروك النصر، بعد مباراة كانت عشوائية وشفنا فيها رتم غريب عجيب وكورة غير مفهومة. أي نصراويين أصروا اللي يحطون التيشيرت هذا، ألف ألف مبروك لأي نصراوي. نكون صريحين، المباراة كانت عشوائية ما فيها أي تكتيك كروي أبدا. المباراة كانت تعتمد على المجهود البدني، على الحل الفردي. ما شفنا أي جمل تكتيكية أو لعب سواء كان من لورا بلان أو جيسوس. الاتحاد هو من الموسم اللي راح نفس لعيبته ما سوى أي إضافات، لكن النصر سوى إضافات كثيرة وحاب أعلق عليها بشكل مبدئي على صفقات النصر. بالنسبة لي أشوف إنيجو مارتينيز أبجريد كبير على لابورت. إذا عرف يوظف جيسوس في خطة مسدة التسلل، النصر بيكون عنده سلاح كاسح ضد اي خصم بيلعب ضده الموسم هذا. جو فيليكس وكومان. جو فيليكس دائما مع اي نادي كان يروح يلعب فيه، اول شهر شهرين كان يكسر الدنيا، حتى مع اتلتيكو مع برشلونه. كان يعني واضح الفكره هذه، اول شهرين كان يبدع. يعني لا تحكموا من الحين ان جو فيليكس طيرونه في السماء، لحد الان ما نعرف هل بيثبت على المستوى او لا. بالنسبه لكومان، كومان لاعب سوبر ستار، وانا متاكد ما فرط فيه بايرن ميونخ الا بسبب الاصابات. يعني لولا الاصابات مستحيل يطلع بشكل عام من اوروبا. واكبر دليل اليوم يعني هو طلع تقريبا متاثر بالاصابه اللي جته، ولا كان بيكمل. لاعب سوبر ستار، واحد على واحد ما له حل. تقريبا اقرب ما له موسى ديابي لاعب الاتحاد. فاذا استمر ويعني كانت الاصابات خفيفه عليه، النصر كسب لاعب كبير.